السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نقدم معاكم كيكه اللي كتجي زوينه بزاف وكتجي مفشفشه وبحجم عائلي وبمقادير بسيطه وسهله. على بركه الله ندوزو للوصفه. كناخدو الهشوار، كنديرو فيه 3 البيضات بحراره المطبخ، وكاس ديال السكر. غادي نضيفو فانيا، غادي نطربوها مع البيض والسكر. نقدروا نعوضوها بقشور الحامض اولا الليمون، وغادي نضربوا البيض والسكر مزيان حتى يذوب لينا السكر ويعطينا اللون ابيض. عاد غادي نضيفوا له كاس ديال الزيت، ونعاودوا نضربوا الخليط مزيان. الكيكه كل ما ضربنا السكر والزيت والبيض مزيان كتطلع لينا الكيكه وكتجينا مفشفشه. هنا ضفت كاس ديال الياغورت بنكهه الفاني، ونقدروا نعوضوه بكاس الحليب اولا كاس ديال الليمون. كنعطيكم اختيارات باش الا ما كانش متوفر عندكم الياغورت تقدروا ديروا فيه الحليب اولا كاس ديال الليمون. هنا ضفت كاس ديال الدقيق، غادي تهز لينا هاد الكيكه هذه 2 كيسان ديال الدقيق. ضفت الاول ضربته مزيان. دابا كنزيد الكاس الثاني، وغادي نضيف معاه 3 ساشيات ديال الخمارات. المهم درت الاولى والثانيه والثالثه، وغادي نعاود نضرب غير شويه ما يبقاوش لينا الحبيبات وصافي ما نكثروش عليها في التضريب. هنا ضفت معلقه ديال الخل. غادي ندور غير بالمعلقه في نفس الاتجاه باش الكيكه ديالنا ملي طيب لينا ما تنزلش لينا. الخل حتى هو عنده دور كبير في الكيكه، كيخليها تجي طالعه وكتجي مفشفشه وزوينه. خديت المول ديالي في هذا الشكل هذا، وكل واحد يستعمل المول اللي كيعجبو. هنا غادي نضيف الخليط اللي وجدت معكم ديال الكيك كامل في المول. غادي نخلي منه واحد كميه قليله باش نزينوا به الكيك ديالنا. هذه كتبقى كاضافه للتزيين فقط. اللي بغى يديرها هذه المرحله، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. هنا ضفت معلقه على الخليط اللي خليت ديال الكاكاو، وغادي نضيفها حتى يتغطى لنا اللون الابيض. غادي نضيفها كامله بهذه الطريقه هذه. وملي غادي نكملو غادي نخبطوا الكيك ديالنا مزيان فوق سطح العمل باش ما يهبطش لينا الكيكه من بعد ما طيب اولا تبقى فيها الفراغات من الداخل. هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران، راها مازال سخونه. شوفوا تبارك الله كيفاش جات مفشفشه وجات طالعه بزاف. غادي ناخذ المربى ديال المشماش. الدهن كيبقى اختياري، نقدروا ندهنوها بالشوكولات ولا باي نوع ديال المربى. كتجي صراحه هاد الكيكه زوينه واقتصاديه وكتوجد في وقت قصير. كنرش عليها الكوك. وكانت هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما ساليناها. تبارك الله شوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي ب3 البيضات. كتجينا كيكه بحجم عائلي وكتجي منفوخه ومفشفشه. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما قطعناها. شوفوا هذاك التزيين ديالها من داخل كيفاش جات صراحه غزاله كتحمق. كنتمنى تجربوها، وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج وابوني.